يبقى تاني، لو انا طلعت بالدمبل وقبضة ايدي مواجهة للارض او موازية للارض، الاداء ده مظبوط 100%، مفيش منه مشكلة. ولو طلعت فوق بالدمبل وخدت ميل او دوران صغير كده بايدي، بكفة ايدي كأني بصب شوية مية من ازازة وصباع ايدي يواجه السقف، برضو اداء 100% صح. الاتنين صح. اتمرن او اختار الوضعية اللي انت تقدر تنفذها وتحس ان انت حاسس بالعضلة وانت شغال. نيجي نتكلم بعد كده اطلع لحد فين وانزل لحد فين. طبعا ان انا اطلع فوق مستوى كتفي ده كده شكل مش مظبوط ومش هستفاد اي حاجة من الوضعية دي. الصح ايه؟ الصح اني بطلع لحد ما كوعي بيوازي كتفي، بنزل تاني بالدمبل. تاني بطلع بالدمبل لحد ما كوعي يوازي كتفي، كوعي يبقى في مستوى كتفي، وبنزل تاني بالدمبل. لازم الاوزان اللي تتمرن بيها تبقى اوزان خفيفه. اقل عدد تكرارات هتتمرنه هو 15 عده. التمرين ده مش تمرين اوزان عاليه، التمرين ده من التمارين المهمه جدا اللي بتعزل عضله الكتف الجانبي. مهم تتمرن باوزان خفيفه او متوسطه وتعمل عدات عاليه عشان تستفاد. من الاخطاء اللي بتتم ان اللاعب يمسك دمبل وزنه تقيل زياده عن اللزوم ويبدا يزق بكل جسمه عشان يقدر يرفع الدمبل. طبعا الاداء ده مش مظبوط وممكن يعمل لك اصابه، زائد ان عضلات كتفك مش شغاله زي ما احنا عايزين. طيب ايه الفرق بين اني اتمرن واقف واتمرن جالس؟ ايه الفرق بين اني اتمرن بالكابل واتمرن بالدمبل؟ هي دي التركايه. وانا جالس او وانا قاعد التركيز بيزيد اكتر على عضله الكتف، لاني بتفادى هنا حته ان انا ممكن الوزن يتقل عليا في العدات الاخيره، فابدا اخد دفعه بعضلات الكور وعضلات الرجل باني ازق الوزن. وانا قاعد مش هتقدر تعمل الكلام ده. اما كانش العده تيجي من كتفك الدمبل مش هيطلع من مكانه. ايه الفرق بين الدمبل والكيبل؟ الفرق بين الدمبل والكيبل ان الدمبل وهو تحت هنا ما عادش فيه اي حمل على الكتف، هنا عضله الكتف ما عادتش شغاله. لكن الكيبل حتى وانا في الحركه السلبيه وانا ماسك الكابل بالشكل ده عضلات الكتف مشدوده، لان لو سبت الكابل الوزن بيشد الكيبل، فانا حتى وانا تحت عضلات الكتف شغاله. يبقى اذا الكيبل ليه تاثير اكتر في مدى حركي اكبر. الاتنين بيشغلوا العضله بنفس القوه ونفس الاداء، ولكن الكيبل بيفضل ضاغط على عضله الكتف حتى لو انت واخد فتره راحه، مثلا وصلت لعده 12 وبتريح ومريح ايدك تحت، انت ماسك الكابل عشان ما يفلتش من ايدك وعضله الكتف ما زالت شغاله. هو ده الفرق الوحيد ما بين الدمبل والكيبل وما بين انك تتمرن قاعد او واقف. كلمه السر في التمرينه دي هي الاوزان الخفيفه. كل ما شلت وزن تقيل كل ما ادائك بقى غلط بشكل مختلف. بمعنى يعني لو انا شايل بوزن تقيل هتلاقي نفسك عايز تطلع بالوزن باي طريقه، لدرجه ان في ناس بتشب يعني بيقف على صوابع رجليه ويزق الدمبل عشان يقدر يحرك الدمبل زي ما انتم شايفين الشكل ده. طبعا اداء غلط 100%. شيل الوزن اللي تقدر تتمرن بيه العدات اللي مطلوبه منك بشكل كويس عشان تستفيد وتلاقي عندك عضلات كتف جيده.